السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهاردة هشرح لكم موقع من مواقع الافلت، وهشرح لكم ازاي تعمل 10,000 جنيه فيما فوق على حسب مجهودك. ركز معايا خطوة خطوة. هات كوباية القهوة بتاعتك او النسكافيه بتاعك او الشاي او مشروبك المفضل، واقعد وتابعني خطوة بخطوة. يعني ايه افلت؟ افلت هو التسويق بالعمولة. انت شخص بتعرف ان انت تسوق، عندك صفحات من خلال السوشيال ميديا، من خلال اكونت الانستجرام، اكونت الفيسبوك، الماركت بليس بتاع الفيسبوك، من خلال حتى لو هتعرض المنتج ده على اوليكس، هتعرضه على صحابك، هتقدر ان انت تسوق له. لو انت مش متابع ازاي تعمل اعلانات على الفيسبوك، فاللينك فوق تقدر تدخل دلوقتي، اطلع فوق كده ودوس على اللينك فوق وتابع ازاي تقدر ان انت تعمل اعلان، تاخد المنتج ده وتعمل له اعلان، وتقدر ان انت تبيع وتكسب عمولة. انت ما بيبقاش ليك علاقة بالشحن، ما بيبقاش ليك علاقة بالمنتج، ما بيبقاش ليك علاقة باي حاجة غير بان انت تسوق وبس. بتسجل بيانات العميل وبتاخد عمولة، ولو في اي مشكلة في المنتج بيقدر ان هو يستبدله، وبيقدر ان هو يرجعه، وبياخد فلوس الشحن من خلال الموقع ده. في اكتر من موقع شغالين في مصر افليت وناجحين جدا جدا، زي موقع انجزني وزي موقع الكسيب وزي موقع تاجر ومواقع كتير جدا. هنتكلم النهارده عن موقع منهم بالتفاصيل، وهو موقع انجزني. لو جيت هنا في جوجل وكتبت انجزني، فهو بيفتح لك هنا اول حاجه انجزني او الرئيسيه بتاعت انجزني. بتضغط عليها كده هوت بيفتح لك الصفحه بتاعت الموقع، المدخل بتاع الموقع، وبيقول لك هنا انت حابب تسجل كمسوق ولا كتاجر. يعني ايه كمسوق؟ ان انت ما عندكش المنتج، ما عندكش البرودكت ده، فانت بتدخل تقدر ان انت تاخد المنتجات اللي موجوده دي، تشوف ايه المناسب ليك وتبدا ان انت تسوق له. كتاجر انت شخص تاجر، عندك منتج عندك منه كميه، فبتدخل تعرض المنتج بتاعه وبتحط عموله، سعر للبيع وسعر العموله، وبالتالي بيشتغل عليه اكتر من مسوق بيقدروا ان هم يشتغلوه لك على المنتج ده، فانت بتحقق مبيعات اكتر. هنضغط هنا تسجيل الدخول، لان انا اصلا كنت مسجل قبل كده. انت لو مش مسجل هتخش كمسوق او كتاجر. بما ان انا كنت مسجل قبل كده ففتح لي الاكونت بتاعي. الاكونت سهل وبسيط جدا، تعالى كده نشوف الاكونت مع بعض. هنا مبدئيا الاسم اللي انا مسجل بيه، وانا ليا كود، وهنا النوتيفيكيشنز اللي بتجيلي على الاوردرات اللي انا كنت عاملها، وهنا السيرش، وهنا الباركود، وهنا العربيه بتاعت التسويق اللي انا هحط فيها المنتجات بتاعتنا. اجمالي العمولات اللي انا عملتها من خلال الموقع ده كان 180 جنيه. اجمالي الطلبات كان 14 طلب. الرصيد المعلق، يعني ايه رصيد معلق؟ يعني رصيد لسه في طلب ولسه ما تمش، الفلوس ما نزلتش في الحساب، فبيبقى في رصيد المعلق. الرصيد المتاح 25 جنيه. مبدئيا انت بتقدر تسحب الرصيد دوت من على فودافون كاش او من اتصالات كاش بكل سهوله، بس في شرط ان هو يكون مش اقل من 50 جنيه. هنا الطلبات الناجحة عندي اللي هي مكتملة 5، الطلبات اللي هي في الانتظار 0، الطلبات اللي هي رجعت واتعمل لها ريفاندد هم 6، الطلبات الموقوفة هي 0. أول حاجة دي كل ده كده في لوحة التحكم. إعدادات الحساب اللي هو الطبيعي، أنت بتخش على إعدادات الحساب وبتلاقي هنا بعد ما بتخش الاسم والبريد والتليفون والمتجر والطلبات، وهنا هتلاقي مجموعة من الطلبات اللي انت عملتها، وفي منهم اللي رجع وفي منهم اللي اتلغى والتواريخ وكل حاجة. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، وهي المنتجات. والمنتجات هنا متقسمه لك بشكل حلو قوي، المنتجات المفضله والمنتجات المقترحه. يعني كمان هنا الموقع بيقترح عليك بعض المنتجات، وفي عروض وفي اقسام. لو انت عايز احذيه رجالي، منازل ومكاتب، يعني بتقدر ان انت تختار كمان المنتج اللي انت عايزه في ايه، وده كل الفئات بشكل راندوم لكل الفئات. يعني مثلا لو انا عايز اشتغل في الساعات، فهلاقي عندي هنا ساعات، بمجرد ما اضغط على الساعات هيفتح لي هنا كل الساعات اللي موجودة على الموقع. اهو دلوقتي متاح ساعتين. لا، خلينا في حاجة تكون متاح فيها اكتر. مثلا نختار احذية رجالي، نضغط على احذية رجالي. هنا دي كل الاوبشنز اللي موجودة في احذية رجالي على الموقع. انت بتخش وتشوف كل الاوبشنز وتشوف المناسب ليك. كمان لسه في صفحة تانية فيها اوبشنز، بتخش تشوف الحاجة اللي انت عايز تسوق لها، الحاجة اللي انت اصلا لو انت عميل هتشتريها، ايه اكتر حاجة هتعجبك بمعنى اصح. فانا هنا دخلت على الاحذيه، وادي دي كل الاحذيه اللي موجوده على الموقع. تعالوا بقى نبص كده على اي حاجه فيهم بشكل عشوائي. يعني مثلا نبص على ده، السكتشر ده هو ب 90 جنيه، وهو متوفر منه
56 قطعة. وهنا لو بص هتلاقي زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني هو بيقول لك عمولتك زيرو. هنا التاجر قصده ايه؟ قصده ان هو بيقدمه لك انت ب90، فانت تقدر تعرضه ب100، تقدر تعرضه ب200، تقدر تعرضه ب300. هتقول لي طب ما انا لما اعرضه ويجي الموقع يوصل، الموقع بيوصل بالسعر اللي انت كاتبه. يعني انت كاتب ان هو ب130 فهو بيجي لك ب130، بيحاسبه على 130. الموقع بيتحاسب على 90، انت بتحاسب الموقع على 90، والمكسب ده بتاعك. بعته ب100، بعته ب200، بعته ب150. طب بص كده حاجة تانية، هنا ده ب150 جنيه، في منه 197 قطعة، وعليك 30 جنيه عمولة. يعني ايه؟ يعني هو هنا بيقول لك ان هو في الاغلب ده بيتباع ب150، وانت لما تبيعه ب150 انت ليك 30 جنيه عمولة كمسوق. هنا ده مثلا ب200 جنيه وليك 30 جنيه عمولة. ده كده من بره، اللي باين من بره. طب تعالى كده نضغط من جوه، بيقول لك على عرض التفاصيل. ندخل على عرض التفاصيل. الكلام ده على كل المنتجات، يعني موجود في كل المنتجات. اما بتدخل في عرض التفاصيل بيجي لك هنا وبيقول لك ان السعر 185 جنيه، وانت ليك 35 جنيه عموله. دي عمولتك انت، مالكش علاقه باي حاجه، ملوش علاقه بالتوصيل، ملوش علاقه باي حاجه. هنا بيقول لك الكميه، يعني انت بعد ما بتعرض بتشوف انت عايز كام واحد من ده، بتعرضه على الصفحه بتاعتك على الفيسبوك، على السوشيال ميديا، على اي حاجه عندك، وبتشوف انت عايز كام واحد، وتقدر تحدد الكميه من هنا، سواء ان انت تزود او تنقص. يعني يكون العدد واحد او اكتر، او يكون واحد بس. اللون، هنا انت بتختار اللون بتاع الشوز اللي انت عايزه. عندك الاسود والزيتي والهافان والرمادي، بتختار اللون. وهنا المقاس عندك من 41 ل 45. بص بقى هنا في حاجة مهمة جدا. لا شيء هنا دي معناها ايه؟ ان انت هنا تقدر تعمل خصم. طب انا مش عايز ابيع ب 185، انت ممكن تعمل خصم، بس الخصم ده بيقل من فلوسك انت. يعني انا هو هنا عملت خصم 10 جنيه، فهو هنا هيروح للعميل المنتج بقيمة 175، بس انت الخصم ال10 جنيه دي من عمولتك. فانا مثلا عايز اطلبه ليا انا، فهخصم ال35 جنيه كلها عشان ياخد مني. او ممكن تعمل زيادة في السعر، لا انت عايز تبيعه ب200 جنيه، بس انت الموقع بيحاسبك عليه، وانت هتاخد الزيادة ديت، فتقدر كمان تعمل زيادة في السعر. هنا بقى في حاجة مهمة جدا، صور المنتج. بتدوس على اللينك ده، أي منتج موجود على الموقع ده أنت بتدوس على اللينك بيفتح لك صور المنتج كلها بالشكل الصور بروفيشنال، وتقدر إن أنت تختار الصور دي تنزلها في الإعلان عندك، عشان لو هتحطها على السوشيال ميديا أو هتعمل لها إعلان ممول أو أي حاجة. والصور دي ما بيبقاش ليها حقوق ملكية، فتقدر إن أنت تستخدمها، وتقدر إن أنت تسوق من خلال الصور دي. تعال نبص الصور دي كده زي إيه. تفتح معانا، ادي الصور اهي فتحت، وادي ده صور المنتج. هو اوريدي التاجر رافع الصور دي بشكل، وهو مصورها بشكل بروفيشنال عشان تبقى موجودة، وكل الالوان هتلاقي صورها، بحيث ان انت بتاخد الصور ديت وتبدأ تعرضها عندك. طيب هنا المخزون، دي حاجة مهمة جدا. بص للمخزون لما تيجي تعمل اعلان ممول. يعني انا مثلا هنا الاسود رقم ماس 43 مفيش منه، فانا لازم ابقى عارف كده. في منتجات تانية طبعا الحاجات دي بتتحدث، وكل ما بتخلص كل ما بتزيد. هتلاقي هنا مثلا الرمادي موجود منه من المقاس 21 22 قطعة، 22% اللي هم 18 قطعة. الرمادي 42 هتلاقي منه 17% اللي هو 14 قطعة. فانت لازم تبص على ده، وحاول تتجنب ان انت تشتغل على حاجة يكون مخزونها قليل. هو المخزون ده بيتحدث على طول، بس انت حاول انت تتجنب. يعني انا كده هنا في احذية كتير قوي مش موجودة، فانا مش هشتغل على ده، لان في مقاسات في كميات فيها مش موجودة. وصف المنتج ده هو اصلا لو انت مش عارف تعمل اعلان، فانت تقدر تاخد المنتج اهو وصفه، وبتقدر ان انت تحطه اصلا تعمل بيه اعلان. وصف اعلاني، في كمان بقى خدمة وصف اعلاني دي بتضاف في بعض المنتجات، ان هو بيكتب لك اصلا صيغة الاعلان كلها. يعني هنا وصف المنتج اللي هو الوصف الطبيعي، المنتج ده عبارة عن ايه. ادي ده اللينك بتاع الصور، وادي ده المنتج ده خامات مستوردة، تقفيل ممتاز، مقاسات من واحد. بيكتب لك وصف الاعلاني ده. اوقات بقى بيزود لك ده بشكل اعلاني، بشكل بروفيشنال، عشان تكتبه في الاعلان. طيب هنقول ان انا عايز واحد اسود مقاس 45، وهعمل خصم 10 جنيه. لا مش هينفع، هخلي الخصم زيرو، وهخليه هنا لا شيء. بص كده، وهدوس اضف الى السلة. طبعا لو دي جيت هنا دوست اضف الى السلة، هلاقيها مش مفعلة، عشان اصلا هو مفيش اسود مقاس 45، يعني هو خلصان. طب هو الاسود مقاس 41 اللي فيه منه 6، مفيش مشكلة. دوسنا هنا 41، هتلاقي اضف الى السلة اتفعلت، واطلب الان اتفعل. ايه اضف الى السلة وايه اطلب الان؟
اضيف الى السله ده لو انت هتعمل اوردر كذا اوردر لنفس الشخص فهيروح له شحن واحد. فيعني هو مثلا عايز شوز وعايز مثلا منتج تاني، او انت شخص يعني كمسوق عايز شوز وعايز حاجه تاني، فانت هتعملهم كلهم في اوردر واحد. انما انت لو عايز تعمل اطلب الان للعميل على طول يروح له ده، فانت بص هتلاقيه راح هنا للسله عندك، بتدوس عليه انشاء طلب. هنا الاسم بالكامل، انت مش بتدخل اسمك، بتدخل اسم العميل ورقم التليفون بتاع العميل والمنطقه، المدينه، العنوان بالتفصيل، ملاحظات الشحن لو انت عندك عميل مثلا عايز يستلم في ميعاد معين، عايز اي حاجه. المتجر هنا ده انت بتخليه مش معروف، يعني هنا ما بيبقاش مكتوب فيه حاجه. وهنا انت بتكتب تسليم الى هذا العميل، وبمجرد ما بتدوس تسليم الى هذا العميل في خلال اقل من 48 ساعه قسم من خدمة العملاء بتاعة الموقع بيتصلوا بالعميل، وشركة الشحن بتروح توصل الاوردر للعميل. طب تعالى كده نبص ايه اللي هيحصل اصلا. انا عايزك تبص معايا، بس احنا هنكتب هنا الاسم مثلا ورقم التليفون والعنوان وكل التفاصيل دي كلها. هتبص هتلاقي في الاخر ان في حاجة حلوة جدا، ان تقريبا الشحن بيبقى 35 جنيه لأي محافظة. فانجزني من المواقع اللي بتتعامل في موضوع الشحن ده بشكل بروفيشنال جدا، وبيبقى مبلغ الشحن مش عالي، وبيوصل لحد باب البيت عند العميل، ويقدر كمان العميل يعاين قبل ما يستلم. كل الكلام ده موجود، ويقدر لو في اي مشكله في المنتج يقدر ان هو يستبدله في خلال 48 ساعه عادي خالص. وبيكلم خدمه العملاء او بيكلمك انت وانت بتكلم خدمه العملاء، وبتقدر ان انت تسترجع المنتج بتاعك. طيب نرجع للوحة التحكم، ازاي اسحب الفلوس بتاعتي. هتاخد المنتج وتعمل له اعلان على الفيسبوك زي ما اتفقنا، اللينك فوق، ما تنساش تتعلم ازاي تعمل اعلانات، وتقدر تشتغل عليه بقى من خلال زمايلك، من خلال صحابك، من خلال كل حاجة. وبعد كده بتيجي تطلب، الرصيد بيتحط لك اللي هو العمولة بتاعتك واجمالي الطلبات، والرصيد بيتحط لك. اسحب ازاي؟ هاجي عند المدفوعات، هنا طبعا ده الاسم ورقم التليفون والكود بتاعي والحالة انا سحبت قبل كده. طلبات الرصيد المتاح عندي 25. هو للأسف ما ينفعش تطلب رصيد أقل من 50 جنيه، يعني لازم رصيدك يبقى أزيد من 50 جنيه. وبتختار إن أنت طرق الدفع. هنا أنا كان على محفظة إلكترونية، بتقدر إن أنت بتفعل محفظتك. يعني إيه؟ يعني قبل ما تعمل كل الكلام ده خش واختار طرق الدفع واعمل تفعيل المحفظة بتاعتك، لأن هي بتاخد تقريبا 4 5 أيام. فهي عقبال ما انت ما تقدر تبيع وتعمل كل الكلام ده تبقى المحفظه بتاعتك اتفعلت. بص كده انا سحبت قد ايه كده قبل ايه من المحفظه. انا سحبت قبل كده 25 زائد 125 جنيه زيتي، بس انا ما سحبتهاش. 55 و50 و50 و155، كل دي فلوس اتحولت وزادت وراحت عندي للمحفظه بتاعتي. الكلام ده انا كنت شغال كده، طبعا دي بتواريخ قديمه وانا كنت شغال، يعني مش شغال، دي كانت طلبات اصلا شخصيه، ناس صحابي. بس انت تقدر ان انت تشتغل على ده. واعرف ناس عملت من 10 ل30 الف جنيه في الشهر بسبب بس الافليت، بسبب ان هم بيسوقوا بس على السوشيال ميديا او على الفيسبوك بس. ما تنساش تتابعنا، وما تنساش تعمل فولو لايك عشان تستنى كل هو جديد في عالم الانترنت وفي عالم الربح. اشوف وشكوا على خير.